يا شباب ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ هدف الفيديو ده ان انا اعرفكم احنا ضفنا ايه في كورس بلندر بتاعنا، لان الكورس اتضاف فيه حاجات مرعبه ممكن توصلك لليفل تاني خالص بناء على طلب الناس، وهي حاجات ليها علاقه بالموديلنج، ان احنا نعلي ليفل الموديلنج عند الناس، وده فعلا اللي حصل. فاللي انت شايفه قدامك دي الحاجات اللي انت هتقدر تعملها بعد ما تتفرج على ليفل 14 وليفل 15 كمان. ولكن خليني اشرح لك الموضوع بشكل مفصل اكتر، واشرح لك ليه الحاجات دي بالذات. لو جينا هنا كده، طيب ال 3 دي موديلنج عامه صعوبته كلها مش في ان انت تعمل موديل لحاجه، ولكن صعوبته في بدايه التفكير، ان انت تفكر في الحاجه ازاي ابداها، وفي المشاكل اللي هتواجهك وانت شغال. لان عاده الموديلنج وانت شغال انت هتبدا، ولكن ممكن تواجه مشكله واحده بس بسيطه تعقد لك الدنيا كلها وتخليك مش عارف تشتغل خالص. عشان كده اخترنا الحاجات دي بالذات. المودلز دي مودلز طالعه من لعبه، اللعبه اسمها سي اوف ثيفز. احنا جبنا الريفرنسز دي كلها وبدانا احنا نشتغل عليها. عملنا الكوبايه والمنظار والجردل ده والسناره، وكل واحد فيهم ليه تحدي مختلف تماما عن التاني، من حيث حاجات كتير جدا بقى. من حيث الحته اللي عامله كده دي ان هي تبقى نازله بالشكل ده، من حيث النحت اللي هنا، من حيث الموديل ده نفسه ازاي تعمل حاجه بالشكل ده، الكيرف ده. طبعا واحده من اكتر الحاجات اللي بتبقى غريبه شويه هو الهارد سيرفيس موديلنج، او ان هو يبقى هارد سيرفيس موديلنج وفي نفس الوقت هو مش عباره عن كيوب، هو في تفاصيل اعقد من كده بكتير زي اللي انت شايفه هنا ده. كل الحاجات دي ازاي تتعمل؟ ولكن الصعوبه مش هنا، الصعوبه ان انت في الاخر لما تيجي تعمل سب ديفيجن تلاقي الموديل بيتعمل له سب ديفيجن وبيبقى ناعم. لان اكبر مشكله ممكن تواجهها هي مشكله السب ديفيجن. اول ما تيجي تعمل الموديل بتاعك سب ديفيجن تلاقيه باظ خالص، وده بسبب بسيط جدا هو التوبولوجي. احنا لو جينا فتحنا الواير فريم بتاعنا ونبص على التوبولوجي هنلاقيه مظبوط. في حاجات تانية ممكن نتغاضى عنها زي ده كده طالما البرنامج قادر يستحمل ومديني الشكل اللي انا عايزه في الريندر، ولكن في الحاجات التانية اللي زي دي واللي زي الكوبايه من هنا التوبولوجي مهم جدا، وان انت تعمل الشغل بتاعك كوادز دي حاجه مهمه جدا. نفس الكونسبت هتلاقيه بيتكرر في الموديل بتاعنا اللي هو بتاع المنظار، وكل الموديلز التانية كلهم نفس طريقه التفكير، ولكن المشاكل اللي بنواجهها مختلفه تماما عن بعض. زي ده كده ازاي ان انت تعمل حاجه 8 اضلع او 10 اضلع وتروح مطلع منها اكسترود وتعمل سب ديفيجن ما يعملكش مشاكل. كل دي حاجات غريبه جدا في الموديل الناس بتواجه مشكله فيها. عشان كده احنا قررنا احنا نزود الليفل ده، والليفل ده 6 ساعات ونص شرح، 6 ساعات ونص مكثفين يخلوك توصل لكده. لو جينا نفتح الريندر مثلا ونبص على الشكل بتاعنا او التكتشرز طالعه ازاي، انت برضو بتقدر ان انت تحط تكتشرز شكلها حلو. هو بس لسه بيجمع دلوقتي. تكتشرز شكلها حلو، والهدف في البرودكت انيميشن، ودي الحاجه اللي انا اصلا حبيبتني في مجال البرودكت انيميشن جوه ال 3 دي، ان انا بحس ان البرودكت انيميشن هو ال 3 دي كله. البرودكت انيميشن قايم على ان انت تطلع حاجه شكلها حلو. لو انت عملت حاجه معقده جدا زي المودلز دي مثلا، حاجه فيها تفاصيل وازاي تعمل موديل زي ده وكده، ولكن الاضاءه او الشكل مش حلو، هتلاقي نفسك خسرت كل حاجه. فاحنا هنا بنركز في الحته دي، ولكن على مدار الكورس قبل كده كله كنا بنخليكم تطلعوا حاجات شكلها فعلا نضيف، ريندر شكله حلو. ولكن مع اللي هتقدر تعمله هنا، الميكس اللي هنا ده، ان انت تبص على الموديل بتاعك وتقرب منه كده وما تبقاش خايف انك تقرب منه، مع اللايت والريندر والانيميشن المظبوط هتطلع حاجه شكلها مش طبيعي. طبعا ده كمان موديل للسناره. موديل السناره ده فيه تحديات كبيره جدا زي الحته دي. لو جينا نفصل الموديل ده كده لوحده، شايف ده اللي طالع ده وعامل كده والكلام ده، برضو كموديلنج في تحديات مش سهله خالص انك تعمل حاجه شبه كده، وبالذات لو حد بيبدا. نفس الكلام للموديل ده. الموديل ده لوحده اصلا ده ممكن يبقى مشروع. يعني الموديل ده ان انت تعمله وتحطه في انفايرمنت وتروح عامل له انيميشن، بتعمل له انيميشن بشكل معين، ده لوحده ممكن يبقى بروجكت اصلا عندك في البورتفوليو يخلي حد يشغلك. فما تستقلش بالحته دي، لان الصوره الكامله اللي انت شايفها جواها تفاصيل كتير جدا ممكن تخليك تطلع بروجكتات جامده. فده الهدف بتاع ليفل 14. ولكن الموضوع ما بيقفش لحد هنا، الموضوع بيقف ان احنا برضو واحنا بنتكلم في الموديلنج بنفهمك الموديلنج في حته تركايه قوي، ان طول ما انت قاعد شغال لازم تعمل باك اب، لازم تبقى عارف انت ممكن تغلط عادي. فتلاقيني هنا في حاجات انا عاملها بالاحمر كولكشنز اسمها كاب باك اب، باكيت باك اب، مش عارف ايه. لو جيت هتلاقيني مثلا كنت واصل لحته مثلا معينه في الموديلنج وبعمل له باك اب عشان لو غلطت اقدر ارجع له. ودي بترجعنا لنقطه مهمه جدا، ان في ال 3 دي موديلنج بالذات او في اي حاجه في ال 3 دي، ولكن الموديلنج بالذات بالنسبه لي انا كسيف، انت لازم تبقى عارف كويس قوي ان انت هتغلط، وممكن تغلط، وبنسبه كبيره انت هتغلط.
فاحنا بنعمل باك اب عشان لما نغلط ما نزعلش نرجع له ونكمل تاني. فدي خطوه مهمه جدا. طبعا بعد ما بتخلص البروجكت ده بتقدر ان انت تشتغل على السين بتاعك، تحط اللي اوت بتاعك، تفهم ازاي ان انت تحط لي اوت حلو، ونقدر ان احنا نعمل ريندر. عشان لو جينا نفتح الريندر ده هنلاقي لايتنج وكومبوزيشن لذيذ وبارتكلز حلوه تخليك تطلع ريندر بالشكل اللي انت شايفه ده. بروجكت زي ده او ريندر زي ده لو انت طلعته وحطيته على البورتفوليو او عملت حاجه شبهه، طبعا انت هتبقى بتقلد اللي انا بعمله وتقدر توصل لده وتعمل حاجه خاصه بيك. هتلاقي نفسك وصلت الليفل تاني خالص، انك تقدر تطلع حاجه شبه كده وتقعد تقرب من الموديل بتاعك وتطلع ريندرز من زوايا كتير. احنا مركزين قوي في الحته دي. كل حاجه في البروجكت ده او في الليفل 14، الليفل ده 6 ساعات ونص، معموله فروم سكراتش من الصفر، من لا شيء، عشان تطلع الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. وده كان بناء على طلب الناس جوه الكورس، واحنا عايزين دايما ان احنا نعللهم الليفل اللي هم متوقعينه، فدي حاجه من اللي هم طلبوها. ففي الاخر تعرف تطلع البروجكت اللي انت شايفه ده. وطبعا بنتكلم على الانيميشن نفسه عشان تعرف توصل للانيميشن اللي انت شايفه ده بقى، ان تطلع الكاميرا وهي بتعمل كده وكده وكده والكلام ده كله عشان تطلع بروجكت كامل متكامل. ولكن الموضوع ما بيقفش لحد هنا. بعدها دخلنا على ليفل 15 واصرينا ان احنا نعمل ليفل 15 لان ليفل 15 قايم على موديلنج مختلف، موديلنج فيه تحديات مختلفه تماما عن اللي قبله بشكل كبير. ان احنا نعمل جزمه او نعمل كروكس. التحدي هنا ان انت بتستخدم البوليان بشكل كبير جدا. احنا في اللي قبله ما استخدمناش البوليانز خالص، هنا استخدمنا البوليان بشكل كبير جدا في الفتحات دي وفي الحته دي. ولكن معظم الناس اللي بشوفهم لما بييجوا يستخدموا بوليانز او حتى في الشرح على اليوتيوب او ناس كتير قوي ما عدا ناس قليله طبعا بيعملوا كلين اب للبوليان بعدها. لان انت البوليان بتاعك انت محتاج تعمل له كلين اب عشان لما تيجي تعمل سب ديفيجن يطلع لك بالشكل ده، ولما تيجي تفتح الواير فريم تلاقي التوبولوجي بتاعتك طالعه شكلها مظبوط وكويس وبتخدم البرودكت انيميشن بتاعك. مش شرط ان التوبولوجي تبقى 100% صح، ولكن شرط ان هي تخدم البرودكت انيميشن بتاعك. نفس الكلام طبعا في اليو في عشان نقدر نحط ده. اليو في بتاع ده برده تريكي شويه، ليه طريقه معينه. كل دي حاجات فيها تفاصيل. النعل بتاع الجزمه اللي هو ازاي تطلعه بالتفاصيل بتاعته كده، ده معمول فروم سكراتش عشان تقدر تاخد الثقه اللي انت متوقعها وتقدر تعمل اي حاجه تانية. لو عرفت تعمل ده ومشيت ورايا بالظبط وعرفت تعمل الموديل ده تقدر تعمل جزمه عادي جدا. نفس التحدي ونفس الكونسبت بينطبق تحت نفس الحاجه. دايما لازم تبقى فاهم حاجه زي كده. انا بدي لك الحاجه وانت تشوف اخواتها مين. ده كروكس اخوه مين؟ اخوه شبشب، اخوه جزمه، الكلام ده كله تعرف تعمله بنفس الموديلنج كونسبت هنا. فاحنا هنا ركزنا جدا في البوليان كلين اب، ان احنا ننظف التوبولوجي ونعمل لها كلين اب عشان تعرف تعمل سب ديفيجن. لان انت ممكن تعمل نفس الفتحه دي ولكن هيبان الموديل رخيص. لازم تبقى فاهم حاجه شبه كده. وبعدها بنبدا ان احنا نشتغل على، لو جينا هنا كده في ريندر فريم بنبدا نشتغل على الريندر بتاعنا. لو جينا نفتح الريندر ازاي نعمل ريندر زي ده يبقى ريندر كلين بالشكل ده. لان في ريندرز انت بتشوفها ممكن تحس ان هي رخيصه، ولكن الريندر ده لا، ده ريندر كلين. انت لدرجه ان انت كل ما تقرب في ديتيلز. ده اللي احنا عايزينه. بص الفريم اللي انا فاتحه ده عامل ازاي. ده الكلاينت او العميل لو لقاك عرفت تعمل شبه كده، حاجه شبه كده، او قدمت له بورتفوليو في حاجه كده، صدقني مفيش شك 1% ان هو هيعمل لك هاير او هيقول لك تشتغل. انا كسيف عندي شركه بنقدم اعلانات برودكت انيميشنز. لو انا هاير حد في الشركه عندي هبقى مستني ان انا اشوف حاجه شبه كده. لو شفت حاجه شبه كده انا هطمن، هبقى عايزه ان هو يشتغل في الشركه. وفي نفس الكلام البروجكت ده احنا عاملينه بطريقه تضمن ان انت لو عايز تغير اللون ويبقى برده ريندر شكله حلو، غير اللون والريندر شكله هيبقى حلو. ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نعمل حاجه تخدم البروجكت بتاعنا. وازاي نعمل لايتنج يبقى شكله كلين بالمنظر ده، تبقى شايف الريم لايتس وشايف كل حاجه. فده بروجكت ثاني، ده 4 ساعات. فالاثنين اللي وريتهم لكم دول اللي احنا ضفناهم في كورس بلندر دول 10 ساعات كاملين. في كورسات تانية بتبقى ساعه وساعتين، ولكن احنا هنا ال10 ساعات دول قادرين ان انت لو كنت هنا مثلا هنا كده يخلوك فوق خالص في حته ثانيه خالص. ولكن ده مش بس اللي موجود، في ليفل كامل برضه هينزل عن الفريلانس والتسعير والعملاء وانواع العملاء. الليفل ده خطير، هدي لك خبرتي كلها بمعنى كلمه كلها في الحته دي عشان اضمن ان انت ان شاء الله تجيب عميل. ولكن طبعا الحاجات دي كلها بالارزاق، بس ابقى عملت اللي عليا. طبعا لو انت ما تعرفش الويب سايت بتاعنا فانت اكيد عارف الويب سايت بتاعنا sefhusam3d.com. خش، ولو انت عندك اي استفسار ليه علاقه بال3 دي عامه، حاجه نفسك تتكلم فيها مع اي حد، ممكن تيجي هنا كده. خلينا نجيب صورتي هنا. ممكن تيجي هنا كده في الويب سايت
وتدوس على واتساب اللي هنا دي، خش كلم السبورت تيم عندي، اسالهم ايه الكونسيرنز بتاعتك. مش شرط خالص ان انت تبقى موجود جوه الكورس، اسالهم لو انت شاكك في حاجه، خايف من حاجه، الناس دي هدفها ان هي تساعدك وان هي تقف جنبك ويخلوك فعلا تطمن من اي حاجه انت نفسك فيها. وان شاء الله احنا هنرجع على اليوتيوب. لو انت واحد مش حابب ان انت تبقى موجود في الكورس او كده، احنا هنرجع في اليوتيوب، ولكن زي ما انتم عارفين انا عشان الكورس ده جزء صغير من البيزنس بتاعي، احنا الجزء التاني الاكبر واللي انا اصلا مركز فيه اكتر هو الشركه نفسها والاعلانات اللي احنا بنقدمها، لان هو ده التخصص بتاعنا. فاحنا بنشرح الحاجه اللي احنا بنشتغل بيها، ولكن على قد ما نقدر هنبدا ننزل على اليوتيوب ونبدا ان احنا ندلعكم اكتر واكتر. ولو انت وصلت لاخر الفيديو حابب ان احنا ننزل حته من الليفل 14 اللي انت شفته، ممكن نعمل حاجه شبه كده. ممكن انزل لكم ازاي عملنا موديلنج للكوبايه على اليوتيوب، يبقى هديه مني ليكم. لو انتوا حابين حاجه شبه كده اكتبوا لي واحنا هنعمل ده على طول. هستناكم الفيديو اللي جاي. سلام.